حمد و ثنا و سپاس و ستایشی به پایان بخوای پروردگار جهان، درود و سلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویست صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێنکەوتوانیان تا کۆتە زەمان. برایانی ئازیز و خۆشەویستم، لە پرۆگرامی زاد بابەتی عەقیدە و بیرۆباوەڕ قۆناغی دوو گەیشتوونەتە لاپەڕەی 23. فرما مستسورا بخير إن شاء الله. خطأ من يرى أن توحيد الربوبية هو غاية دعوة الرسل. من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين طوائف كبيرة من المسلمين اعتقاد أن توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر الرازق إلى آخره، أن هذا النوع من التوحيد هو المقصود من بعثة الرسل، وأنه مطلب الله تعالى من العباد، والأمر ليس كذلك، فقد سبق أن هذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، ولم يكن هو غاية الله من إرسال الرسل أو إنزال الكتب. برزانيشي كتير لو هلانيك لناو خلقه بربلاوه للاي طائفه ليكي زور لمسلمان قناعت كردن بوي يعني بيرباور بو بك توحيد الربوبيه ك باسمان كردن لا بيشا كبريتي لويك تو قناعت دوابه الله خالقته، الله رازقته، الله مدبر امورته، يعني خوا بدي هنريتو يا خوا روزي درته خوا بريوبريك همو كاروباركاني جيان و جيان بقشتيو جياني توش حتى أخيري أم بابتك تعريفي توحيد ربوبيته كتواب زاني أم جورة توحيدية ما بس لناردني في غمرة، يعني تو قناعات دوابه سمروش كان ما مسايكي آيني حتى مفتي منطقيك بو يعني السيارة بذكر درباري أم مسائلة لا إله إلا الله معناه الشيء قلت لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، يعني هيش خالقك إلا الله نبي، لا رازق إلا الله، يعني هرب بالفعل واتي قيشت ولا لا إله إلا الله للراسية أما هڵەیە ئەگەر تۆ وا تێبگەی ئەمە وایە ئەمە مەسئلەکە هەڵەیە، چونکە ئێمە ئەزانین ئەم جۆرە تەوحیدە کە تۆ قەناعەت دوابێ هیچ خالقێک نییە لە خوا زیاتر، هیچ رازقێک نییە لە خوا زیاتر، ئەمە مشریکەکانی زمانی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم هەمان قسەیانەک. ئیتر کێشە چی بوو لەبین پێغەمبەر و لەبین ئەوانە؟ ئەبوو لەهەب ئەم قسەیە کرد، ئەبوو جەهل ئەم قسەیە کرد، کەوابوو مەبەست لە ناردنی پێغەمبەران ئەمە نییە بەڕێزان، وخوای تعالى كاتي كتاب دا بزين ابو پیغمبران امن نیه بو اگامان ليبي او تا خوای تعالى افرمه قال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عمن يرزقهم ويدبر أمرهم ويخلقهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. تماشاك أو السآية والله من أنبابتي مالات خواه تعالى ببيغمرك فرمي أي بيغمري خواه برسالي أن ليبك لمشركة كان زماني بيغمري خواه كي هي الرزق أنا ده، يعني كي الرزق أوانا ده، كي أواني دروس كردوها، كي كاروباركاني جيان يعني أبا بريوه، يعني حموشتا كان بدس أو به لهرسي آياتك يا أوان خوان ألين الله وتتماشاك قل من يرزقكم من السماء والأرض كي لا أسمانا كانوا زيوه رزقي وعده، كي هي بيستنو بينين بأيوه ببخشه، كي هي زندو لمردو دربيني هاشان لزندو كيش مردو دربيني يعني أي مريانية جالي كتير كي هي بريو بري همو بونور به همو يعني لما خلاف يعني لقوا بيغمر صلى الله عليه وسلم فسيقولون الله التواب أقربوا بوايا بيغمر يفرموا دا يبقى دس خلينا ودس يكتري طاعة إيش مشكلة معنا يا أخوي تعالى فرمي يقول أفلا تتقون، يعني الأخوانات ترسم يعني بيرناك أنا وكخوايا أمهموا صفتي هي يورم غيري خواها برسن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يا أسمانا كانوا زي خلق ردوها الله،
وأنا زان خوا خلقي كردو أي شلين خوا خلقي كردو كي ملكوتي حموشتكي بدسة أو فناي خلق دا كس فناي أو نادا أو أنا لين سيقولون لله عمو أو بدس خواه قل فأنا تسحرون يتربو بو أو خوتان هل خلطان دو وانيا إيوا أما أزانن بو غيري خواه برسن ولم باروا شتي تزوى معناه كوابو تيشكا أمانية ما مصر فهم يقرون بهذه المعاني ولا تمثل لهم إشكالا ولم يقع منهم اعتراض عليها، إنما وقع الاعتراض على إفراد الله تعالى وحده بالعبودية وقصده سبحانه وتعالى بها، لذا كان هو التوحيد الحقيقي الذي أنزلت به الكتب وأرسل به الأنبياء عليهم السلام. بلى يعني تماشاك أوان حامو أما اعترافي فيها كان ودغانشي في عنان ولا أوانش أما هيك إشكال يكنيه يعني أصلا مشكلة أن لقلت كيشان لقلت في غمرة لسر أما نبو واعتراض دجايتي كردني عن بو في غمري صلى الله عليه وسلم لسر أما نبو بلام أوان لتشي اعتراض عن في غمرة صلى الله عليه وسلم لتشي برانبر في غمرة وستانوا لواك في غمرة أي فرمو ما دام خوا خالق الرازق مدبر الأمور يجير ولا يجار عليه أبي هلا وبرسي أما يكيشك مشكلة كلها ويا دروس أبي لفرسشي خواي پروردگار بتاقو تنيا وما بس أود هبه أما أو توحيد حقيقية كخواي تعالى في غمراني بناردوا وكتابي شي لقلا ناردون بو إيما أعلس بو أويا قال ابن القيم ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الألوهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه، وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. ابن القيم رحمة الله عليه فرمت بويا لا إله إلا الله أفضل الحسنات وكلمة توحيد كلا إله إلا الله سريها مشتكان رأس الأمر سريها مشتكان أويا وأو توحيديك وأو توحيد الربوبية كالزور بمخلوقات اعترافي فيها أو بتنيا كافينية أجر شيء يعني أويا أخو فرمي بيان بليك كي وي خلق كردوه كي أرزو آسماني خلق كردوه كي رزقتانا ذا أما هر همي بمعناي أويا كأجر اعتراف ما كي خوا بها الأمر فرس يعني بتوحيد ألوهي ربوبيته كتوحيد ألوهي في أسل من ريت أو موضوع كيه ويا حجة لسل أو كسي كوا توحيد ألوهية بك يعني ستو كسي دقر توحيد ألوهية إنكاري أو بكا كتنيا أبي فرسن بخوا بكري تقولي بابا كي رزقي تو ده الله يتواو تو هربي أو فرسي يكي تو خلق كردوه الله تو خو هربي أو فرسي أما أبي تحجب لسل أو كسانة. وقال رحمه الله وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية وهو أن لا يشهد ربا وخالقا ومدبرا إلا الله، وهذا هو الحق، ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة، فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم، فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية أو ألوهية. وبهذا نفهم أن الشرك الكفار لم يكن من جهة اعتقاد أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله بخلق أو أمر أو إحياء أو إماتة أو رزق أو غير ذلك من معاني الربوبية، وإنما لكونهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى. رحمتي خوالي ابن القيم هر أو أفرمي غاية يعني ما بس لفناء يعني فناء وشيء هنا وشيء أهل التصوف وتزكية يعني تاوانا ولا ناو توحيده الله فناء يعني تفني نفسك فيها أو لتوحيد الربوبية تعنية فناء لو يعنية كتو شايتي بديك أخوة الله ربته الله خالقته الله مدبرته يعني أمانة هيك جيجا الأخوة كس أمانة نية الله مسألك أما حقه وايا بس مسألك أو النية بل كو توحيد الربوبية بتنيا إنسان نجاد نادى رزقناك لجهنم يعني فضلا عن أويك فضلا عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. الله إنك رزقناك أو هيك رزقارت ناك تشجع ببيت ما بس تو هل أو بي يعني ما بس تو هل أو بي كبيس المني خوا خالقته خوا رازقته حمو ما بس كان يقول لا وياك وبيته كتوبر عن بركات واتي بغيني كخوا رازقه خوا خالقه يعني الله يعني
ئەڵێ بە تەنیا ئەوە ئەگەر کابرا قەناعەتی کاملیشی بەوە هەبێ ڕزگاری ناکە لە جەهەنەم ئەگەر لەولاوە تەوحیدی ئولوهیەتی نەبێ یعنی کابرا بەحر بڵێ من الله ڕازقمە الله تۆ نەڕۆی غەیری خوا بەپەرستی ئێن بڕۆی غەیری خوا بپەرستی ئەمە چی ئیسفادەیەکی ئەم وشەیە چی ئیسفادەیەکی وبهذا نفهم المواتي أجين كالشرك كفار لم يكن من جهة اعتقاد أن هناك من يتصرف في هذا الكون هذا كافر كان لو نبو كما قناعات ما يكي كتر أم كون أوات الروا يكي كتر رزق دا يكي كتر مثلا يما يخلق بدنا والله مشكلة كان بس هو بو أوان لقل خوايا شريك يان بخوا قرار دا وما بستكش يان للشريك قرار دانك أو نبو خد اشتكى به يعني قد أجت عقلته أبو جهل بيانوت أبو الحكم يعني أو بريدان هاي وعاقلي وأمان معقولة أما قناعتي وابه دار خوايا برد خوايا معقولة قناعتي وابه لا أما يود ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي أما أم بردانا أبرستين بوي لأخوة ونزيك ما كان مشكلة كان أو موضوعك حارين يا أستا يا أخوة بوش رازينا يعني بوش رازينا بيكتوب دوري أو قبريها بصريتو بڵێ تا لە خۆوە نزیکمان کاتە ئەوە عیبادەتە بێ بەس بۆ خوا بکرێ هاوارکردن عیبادەتە بێ بەس بۆ خوا بکرێ داواکردن عیبادەتە بێ بەس بۆ خوا بکرێ بڕیە شت هەیە سنووردارە ئەمانە عیبادەتن ئەمانە عیبادەتن ناکێ بۆ غەیری خوا بکرێ ئەو مەوزوعەکەی مشکلەکە ئەلەو خاڵەیە بەڵێ ويزيدك فهما لهذا الأمر وأن المقصد الرئيسي هو توحيد العبادة الآتي أولا أننا نجد الخطاب القرآني يركز في دعوة الناس لتوحيد الألوهية وعليه تدور أكثر النصوص القرآنية بخلاف توحيد الربوبية الذي يذكر في القرآن وكأنه مسلمة من المسلمات لا خلاف فيه ولا نزاع. يعني ويزيدك فهما أو كواب يكازيات لما موضوعاتي بقي مقصد وبزاني كمقصد الرئيسي ما بستي سركي لناردني في غمران وأمانة توحيد عبادته يعني توحيد ألوهيات الله بتشي هذا لك بمدو خالية كمان إما أبينين زور لقرآن يعني زور لقرآن أبينين تركيز كراوة تسرشي يعني دعوي خلقي بلا توحيد ألوهيات حتى آيات كان القرآن يبرو تماشاك باز أو خلاك بلان بو مسألة توحيد الربوبيات كباسك لقرآن وكو چون بڵێ مسلمەیەک لە مسلمات باسەکرێ يعني كأنه مشتێکە هەروایە ئەیسەکە خوای تەعالا فەرمێ بە کافرەکان بڵێ بۆ ئەوە نەیوت تۆ پیان بڵێ بەشکو ئیمان بەوە بێرن نا يعني پیان بڵێ ئەیوان نییە ئەی خوا خالقتان نییە ئەی خوا ڕازقتان نییە لەو معنایەوە خوا باسی کردووە يعني کاتێک خوای تەعالا باسی بوونەوەرەکە باسی خواکە خوا چی بەدەستە ئەمە هەمووی خوا بۆیە باسەکە خە تۆ قەناعەتت بەمانە هەر هەمووی هەیە ئیتر بۆ خوا ناپەرستی ئەمە يعني بۆ نمونە أو آياتاني لا سورة بقرة هاتوا مثلا لا إن في خلق السماوات والأرض وانية واختلاف الليل والنهار حتى آخركي لأخيرا خوي تعالى شيء فرمي حمو أمانة بلغن لسر أويكا أبيا بس تنها خوي تعالى برسي قناعته بمعنى بلا والله قناعته ما أي تجمع غير إخوة برسي يا آخر أما تشي توي برسي دارة بردة مروفة أمانة هم خلقك إن خلقك كان إخوة أو موضوعك يا بويا توحيد الألوهية تركيزي لسر خراونك توحيد الربوبية بله. ثانيا أن القتال الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن في توحيد الربوبية إذ إنهم مقرون به وإنما كان في توحيد الألوهية لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. إساو جنگاني كلا يبين بيغمروا حمو كافركان الروي داوة لسر هذا سر أمبو حال لسر أوبوا كأوان اعترافي أنك إذا بويك تنابي خواب برسري أجينا لسم توحيد الربوبية نبوه أو اسمه باس ما كل أو أنا اعتراف يعني بيكلو أصلا بويا في غمري خاص الله وسلم فرمي من أمر بيك راوى لقل خلقيا بجنقم تعالى لا إله إلا الله أجر غيري إخواننا فارس تواوتر يتر أو كاتا هم ماليان هم سريان هم ماليان هم ناموس يانيش فارس راوى فإن قيل أما آخر برسيارك خلقيك فإن قيل لكنا نفرض الله تعالى
لكن عفوا. فإن قيل لكن نفرض الله تعالى بتوحيد الألوهية ولا نعبد غير الله فما المشكلة؟ فالجواب أن هذا صحيح، فكثير من المسلمين يفردون الله تعالى فالجواب أن هذا صحيح، فكثير من المسلمين يفردون الله تعالى بالعبادة والقصد والطلب، مع إقرارهم بأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره، لكنهم يقعون في مسائل من الشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله وكشد الرحال إلى مساجد الأولياء وقصدهم بالدعاء والطلب منهم وبناء المساجد على قبور الصالحين، وهذا بكل أسف من مظاهر الشرك المنتشرة في كثير من بلدان المسلمين، وسيأتي بيانه مفصلا. إلى آخر برسالة لم بابتي أم رومان خلقك يا الله بابا إمخو كافرني مانك إمتنا ما لا إله إلا الله تمام اعتراف من كردية لا إله إلا الله وغير إخوانا فارسين إذا المشكلة هي وشيء لقال يا معه إمالين بلي راست إيوا غير إخوة إيوا لا إله إلا الله وما بس تانيش لعبادة كان لن يرجع لقصد لطلبها الزور جار خواي پروردگاره وقناعتي اشتنوايا كأخوة خالق الرازقة محيية مميتة أما أنا قناعتان بيه بلان زورك لما سائل كان شرك توشتانا به خلقك زور بو نمونا خلقك يا بو غير إخوة حيوان سر بره خلقك يا نزر بو غير إخواك ما شاك نزر بو غير إخواك خلقك يا سن بغير إخواك سن بغير إخواك خلقك يا شدي الرحالة كابولاي إمام فلان قبري فلان كسو مع العلم شدي الرحالش أبيت أنها بو سيشوان بكري أبي بو مزقوتي حرام بو مزقوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم بو مزقوتي أقصى من العبادات يعني تقول لو شون أنا شد الرحالي ووكي أمجا قصد زور جار ما بس أرون سرداني أو أوليانا كان كأشن بولا أوليانا أرون ليا دعواك دعاءك جار وانا أصلا لخودي خوشان دعواك قسم بخوا يمت سامت شيء خلقين كان والله كاكو من رمانا وبرسين بنا بخوا لهشتا كان كبيش أوي أم دعوة باكا يا بلاو بيته ولا ناخلك والله ما خلقي أو قريمي أنا حارهم ويأكوتنا الريق لحفتيك جاري وابو دو جاري الرويشتين إمامك لو إمامانيك لو دورو براح أبو الرويشنا أيوه ليتي الرقص والسماو يني شانك لو خلقه بيلو على قشتكان يعني لقى أنا اللي يعني قوات أمجا الرويشنا زيارتي شانك كردو برا إخواني يعني أساوي أو أنا حكي طلبات ودعوكاريش يعني لو إمامانا يعني بنكي الإخواني يعني إذا ما مدرو درست شيء أخو خلط عندنا شيء يعني آخر إيام كي وابو بابا معلم أخو كافرنا أبوي براكو كافر وأبو جهل شيء من كافرني ما وصل لهم شنو شخص أبوه يعني شخصي فلان وشخصي أجر شخصك أنه هي مقامي هي يسمى مقام زين يعني شيء يعني اللي ماتوا جاري وابو عليه فلان كاز يسق الصحابي ومعنيه للدشنا مقامي هي يعني الله هالكابرات شو تأويه حتى شو تأويه لشنا كدان اشتري ترى وتانا أما طواو ترى أو شنا في روزة أو شنا في روزة وترى برد عندنا هذا بناية شانكرم جاب إمام يكون طواو يعني أما تشتيك الزور باوا يعني وانا يخمان بخلط يعني يسأل العراقة كم شنو هي دي نية اشتي وايت يا نبي شارك نية كم اشتي وايت يا نبي جاران أو أبرسرا يسأل كردستان قمانا خلق نايكا يسأل إمامي كجاران خلق بوي أشو أو إمامي كجاران خلق بوي أشو يسمن لما وانا الريقام كوتا أو ناوشي قدرا يتروتم باب رمزان مكو جاران خلق على بيه خلق جاران على سيرم بري عرب نبي أواني كليش لدنياتي ناقن لبين ياك نفر نيلي ياك نفر لما العلم جارو خيا بنا كشاكينا كترتيب يلي بيابون دركوت اشتكان قراوة بلام أملها مش أنا كان قران كاريانية بلي يستا محاولاتي تازة كرنوي هي وجاري كتير طبعا برز عند الدنيا هروابها جاري وات توحيد برز بيتها إن جان نزمة بيتها إن جا برز بيتها إن جا نزمة بيتها الروجة دي جاري كتير خلق الراتب وشنا ضمن نيابا روجة جاري روجة دوبارة عبيتها جاء إنسان في ويسا أجاي لكوي بمظاهر الشرك نمينيت باشا وهو بدرت إن شاء الله تعالى وما نيل ببارزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.